اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في اديفيرس توكس. زي ما احنا متعودين في اديفيرس توكس كل حلقه بيكون معانا خبير متخصص في مجال من المجالات، سواء كانت ثقافيه، تربويه، اجتماعيه، حتى في مجالات البيزنس. النهارده هنجاوب على مجموعه اسئله بتهم كتير جدا من الناس اللي بيتفرجوا علينا، سواء كانوا كبار او صغيرين. كتير جدا من الناس تقول لك ايه، انا هدخل ابني اعلمه في مدرسه دوليه. مدرس يقول لك انا عاوزه او عاوز اكون مدرس في مدرسه دوليه. بدأ ينتشر عندنا دلوقتي ان احنا هنغير نظام الثانويه العامه الى نظام البكالوريا، وانظمه كتير يقول لك ده امريكان وده اي جي وده اي بي وده كنديان وده 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 وده. مفيش بيت، مفيش حد بيتفرج علينا دلوقتي الا ويهمه يعرف يعني ايه تعليم دولي، عشان خاطر اعلم ولادي فيه او ما اعلمهمش فيه، بس ابقى فاهم يعني ايه تعليم دولي وايه هي المقومات بتاعه التعليم الدولي. وعشان نتكلم في موضوع زي ده محتاجين يكون معانا خبير في التعليم الدولي، وهو الدكتور ثروت مرسي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا دكتور. نورتنا وشرفتنا. اشكرك، شكرا، شرف لي. انا عاوز ابدا على طول. اتفضل. التعليم الدولي، مدرسه دوليه انترناشونال سكول، خلاص، او انترناشونال اديوكيشن، يعني ايه؟ جميل جدا. الحقيقه في البدايه لازم نفرق بين حاجتين، لانه ساعات بيكون عندنا مشكله في المصطلحات او المفاهيم، وده بيؤدي الى ايضا مشكله في التطبيقات وفي الحياه وفي التعاطي مع الامور. لازم نفرق بين تعليم دولي وتعليم اجنبي. ايوه. انا في مصر حطيت ابني في مدرسه بتسمي نفسها مدرسه امريكيه. ايوه. او بعته نيويورك في مدرسه حكوميه هناك. ايوه صحيح. او بعته بريطانيا، او بعته ايا كان مكان اخر. ايه هل ده تعليم دولي؟ الحقيقه انه في فرق بين التعليم الاجنبي والتعليم الدولي. ايه الفرق؟ الفرق رقم واحد، انه التعليم الاجنبي انا نقلت سيستم اجنبي، اي نظام اجنبي من بلده بالمعايير الوطنيه بتاعته، الناشونال ستاندردز، صحيح، وجبته الى بلد تاني. هل ده كافي انه يجعله تعليم دولي؟ الاجابه لا. انا ممكن ابقى في مدرسه اجنبيه تدرس مناهج اجنبيه بمعايير بتاعه دوله اخرى، زي الكومن كور ستيت ستاندردز مثلا، وما يكونش ده تعليم دولي. طب امتى اقول عليه تعليم دولي؟ اقول عليه تعليم دولي لما يكون عندي international standards، معايير يبقى دولية. رقم واحد. رقم اتنين، بناء على هذه المعايير الدولية صممنا مناهج دولية في بيئة تدعم التنوع الثقافي. الله. طيب ايه المعايير الدولية دي وايه المناهج الدولية؟ هي معايير تتجاوز متطلبات المحلية. عشان خاطر يعني اعمل ابجريدنج بقى، اعمل يعني انا كجمهورية مصر العربية عندي ما يسمى بالخيارات البيداغوجية او السياسات التربوية بتاعتي، اللي عايز بناء عليها ان انا انشأ المواطنين المصريين بطريقة ما ترتبط بهوية الدولة، ترتبط بتاريخ الدولة، ترتبط بانه يكون في نسيج اجتماعي. صحيح. ان احنا متشابهين في اشياء كثيرة، لنا هدف واحد، لنا طريقة تفكير واحدة. دي خياراتي انا. طيب لما اجي افتح مدرسة مصرية في دولة اكس سين، خياراتي دي مش هتنفع هناك. او انه اللي هيدخل من غير المصريين هيبقى خاضع لخياراتي يعني. وده الحاصل. ده الحاصل. اذن كثير من المدارس اللي احنا بنسميها دولية، مدارس دولية، هي مدارس أجنبية. هي تطبق معايير وطنية أجنبية. طب خلينا أضرب لك مثال. يعني أنا عاوز ألخص. المدرسة الدولية هي مدرسة ذات معايير دولية مجمع عليها، المعايير الدولية دي تتخطى المعايير المحلية وتحترم الثقافة والهوية. رائع. خلاص، ولا تفرض هويتها على الهويات الأخرى. رائع جدا.
تمام. ده المهم هنا. حضرتك ممكن تسالني تقول لي طيب انا دخلت ابني في مدرسه دوليه حقيقيه بقى عندها معايير دوليه تتخطى حاجز المحليه. ما هو كله بيقول كده، ما كوجنيا بتيجي تقيس وتشوف المعايير. لكن انا استطيع ان اقول لو دخلنا للتطبيقات بقى انه البرنامج الوحيد اللي اسس ليكون برنامجا دوليا هو الاي بي. الاي بي لو طبق بشكل صحيح. طبعا. شوف يا دكتور، التطبيق نتكلم من هنا لبكره الصبح. صحيح. في كل الانظمه، حتى صحيح. في النظام المصري. صح. يعني انا كجمهوريه مصر العربيه اللي عملت مناهج فائقه رائعه ممتازه جدا لحد الصف الاول الاعدادي، مناهج عالميه بالمناسبه. دي اللي عملها طبعا الدكتور طارق شوقي. مناهج عالميه. دي حقيقه. تمام. هل المدرسين مثلا قادرين في اللحظه الحاليه على تطبيقها كما ينبغي؟ لا طبعا. او تدريس ديسكفر كما ينبغي؟ ده موضوع على جنب. لكن في النهايه البرنامج اللي هو معمول كسياسه بتاعت برنامج واستراكشر، هيكله ومعطيات للتطبيق، ممارسات، انه يكون برنامج دولي عابر للحدود، هو الاي بي. يبقى اذا انا ممكن اقول ان احنا في مصر بالمعايير اللي حضرتك قلت عليها ان احنا كنا عندنا محاولات لاقامه منهج دولي او تعليم دولي في المناهج الجديده، ولكن منقوص، نقص. محاولات لاقامه منهاج وطني بمعايير على مستوى دولي. بالظبط كده. هو منهاج وطني لانه المحتوى بتاعه ناشئ عن الاحتياجات الوطنيه، لكنه بمستوى، بليفل، بستاندردز، مش اقصد الاديوكيشنال ستاندردز، بمستوى دولي. صحيح. طيب، لا انا لما اجي برضو عشان اكون انسان صادق ومنصف علميا، البكالوريا الدوليه هي برنامج دولي في الاساس، وهنتكلم بعد كده ليه هو انا قلت عنه كده. لكن لا يمكن ان انا اغفل برضو التطويرات اللي عملتها الاي جي. طب ما معلش واحده اتفضل. نرجع عشان خاطر بس احنا هنقول للناس، احنا قلنا الاول خالص يعني ايه معلم دولي، يعني ايه تعليم دولي. وقلنا ان اتفقنا ان الموضوع لا يبرى بالمعايير ويبرى بالكونتكست، تجاوز المحليه. الفرق الاول خالص تعليم دولي، اول ما الناس تسمع كلمه تعليم دولي هيقولوا اي جي، امريكان، هيقولوا اي بي، هيقولوا كنديان، الاربع انظمه اللي هم موجودين دلوقتي ومنتشرين بشكل او ستيم بالظبط كده. باختصار شديد جدا جدا جدا، في يعني نص دقيقه عن كل واحد من دول. ايه جميل. الفرق ما بين الاي جي او التعليم البريطاني، التعليم الامريكي، التعليم الكندي، تعليم الاي بي والستيم وستيم؟ جميل جدا. هبدا بالاي جي لان احنا اخر كلمه قلناها بالظبط. احنا عندنا الجي سي اس اي. جي سي اس اي دي في بريطانيا بالظبط. هو هنا عشان يكون دولي صادق مع نفسه عمل اي جي سي اس اي. بالظبط كده. فده تنبؤ من النظام التعليم. ده مش في الامريكي. ده مش موجود في الامريكي. صح. الكنديان انا مش خبير فيه، لكن بمعرفتي المتواضعه هو لا يختلف كثيرا عن النظام الامريكي. لكن خلينا نتكلم على 4 برامج كبرى. البكالوريا الدوليه، الاي جي، شهاده الثانويه العامه، اتمام التعليم الثانوي البريطانيه، التعليم الامريكي، ومعاه كمان الستيم اند ستيم لانهم اصلا برضو نشأوا في امريكا. لكن صحيح. التعليم الامريكي نقصد به الامريكان دبلوما والحاجات. طيب ايه الفروق؟ التعليم الامريكي هو تعليم قائم على معايير، وهذه المعايير تسمح له انه يتأقلم مع الاشتراطات المحليه في مجموعه من الولايات، اللي كل ولايه اللي بنسميها الكومن كور ستيت ستاندردز. ده هم عملوا ليه برضو بعد ما كانت كل ولايه عندها معايير لوحدها، معايير خاصه. من ثم المواطن الامريكي اصبح مواطنين امريكيين. فطلع موضوع الكومن كور. التعليم الامريكي بيهتم اهتماما اساسيا ليس بالتعمق في النوليدج، وإنما بالقدرة على انتقاد المعرفة. مش اكتساب المعرفة الكثيرة. بيهتم مهارات التفكير أكتر. انتقاد المعرفة، مهارات التفكير الناقد، مهارات التفكير الإبداعي،
لذلك هتلاقي ان المشكلات. استراتيجيه التعلم الرئيسيه هي التعلم القائم على المشروع، دي حقيقة حل المشكلات بطبيعه الحال. طبعا. نقطه جوهريه ايضا في التعليم الامريكي وفي الامريكان كمان، القدره على العرض، مهارات العرض والإلقاء، البرزنتيشن سكيلز. فهو مهم جدا ان انا لو عندي حاجه صغننه كده بس انا اقدر اسوقها ماركت كويس جدا بطريقه رهيبه. صحيح. طيب التعليم البريطاني، ويمكن احنا في مصر متاثرين بيه يعني بوجه عام، معرفة. تعليم قائم على العمق المعرفي التخصصي. صحيح. بعد تقرير اليونسكو 2003 بخصوص مستقبل التعليم في القرن ال21 طلع لنا مفهوم مهارات القرن ال21. التعليم الأمريكي بيركز عليها جدا، والتعليم البريطاني أيضا بدأ يركز عليها. زي ما قلنا التعليم البريطاني بيقدم نسخة معدلة من نفسه للانترناشونال اديوكيشن اللي هي الIGCSE. هو بيركز على المعرفة، بيركز على الانضباط. ايوه بيركز على الانضباط. هي دي طريقة. لذلك أنا بقول لحضرتك إيه المعايير الوطنية. بمعنى أنا المواطن البريطاني هو كده. يعني هو دي صورة الشخصية. عارف الدكتور جمال حمدان لما كتب شخصية مصر؟ صحيح. ففي الشخصية البريطانية وهي جزء منها هذا الانضباط. ده مش في التعليم الأمريكاني، لا، الأمور أكثر يعني مرونة. تسامحا ومرونة. طيب. لما بيحصل جاب، ميزة النظام الأمريكي كمان إنه في دايما تأمل ومراجعة. كل ما بيلاقوا إنه بيحصل فجوة معينة فنبدأ نحاول نسدها، وهم الحقيقة مقارنة بالبيداغوجيا الأوروبية هم أسرع في التغيير. أيوه يعني لو حضرتك مثلا البريطانيين متعبين جدا، يعني الأمور صعبة إن أنا وما زالوا ورقيين جدا لكن هو ده ليه مزايا وده ليه مزايا. أكيد. يعني حضرتك لو تتذكر مثلا فكرة التعليم بالأهداف، مدرسة السلوكية والأوبجكتيفز والهدف السلوكي إن أنا أنتقل إلى تعليم بطريقة أخرى قائم على الكفايات مثلا competences، دي البريطانيين، أو إن أنا أشتغل بالستاندردز كده وأسيب كل ولاية شغالة مع مزاجها. لا ما بيسمعوش بيها، صعبة جدا. ما هو انضباط، انت تسمع الكلام صعبة جدا. أنا عندي اشتراطات محددة بالظبط. لما تيجي على الستيم وستيم، هو كان محاولة أيضا لإصلاح فجوة في متطلبات سوق العمل الأمريكي. أولا هو في هدف جوهري في الموضوع إن أنا أخرج فنيين طبعا ما بقصدش العمالة البسيطة، لا، لكن حتى لو مهندس تكنيكال يعني فأنا محتاج ده، فمحتاج أعمل نظام تعليم يؤدي لده. طب قائم على إيه؟ الفكرة جت منين؟ الفكرة جت إنه الواقع اللي إحنا عايشين فيه النهاردة هو واقع مركب، أيوه تكاملي معقد. صحيح. لكن في فلسفة العلم يقولوا إنه complicated problems need complicated systems to solve it. القضايا المعقدة أو الظواهر المعقدة أو المشكلات المعقدة تحتاج إلى نظام معقد لحلها. ومن هنا جت فكرة إيه؟ المنهج التكاملي. بالظبط. إنه أنا لما بنزل إلى الواقع وأشوف مشكلة، وأنا مدرس أو أنا مهندس أو أنا طبيب، أنا ما بفكرش بمعزل عن التخصصات الأخرى. صح. هي المشكلة اللي بتواجهني فيها أجزاء من تخصصات مختلفة. في حياتنا العملية كلنا بنعمل كده. بالظبط. رياضيات مع ساينس مع ارت مع فأنا لو بفكر أنا بسميها دايما وأنا بشرح حتى لزمايلي المعلمين أو بنتناقش، يعني بسميها بنظرية أدراج التسريح. الدرج ده بتاع المشط والفرشة الدرج ده بتاع الميك اب، الدرج ده فيه كريم مرطب، الدرج ده فيه شرابات. فأنا بفتح أخد اللي أنا الحاجات دي بحطها في الأدراج. في الأدراج عندي الحاجات دي بحطها في بعض. فأنا بفتح أخد اللي أنا عايزه وأقفل. أصبح مالوش علاقة بالدرج اللي بعده. أنا باخد الحاجة وارمي.
عادي. لكن في التعليم التكاملي او ما نسميه ترانس ديسيبلينري، لا الادراج كلها منفذه على بعض. ايوه صح، هو ده الفرق. هو بقى ده عندنا احنا. فحضرتك عامل الحمد لله سابق سني. ويمكن هنا دكتور تامر فرصه ان احنا نقول الفرق بين 3 حاجات: ترانس ديسيبلينري، انتر ديسيبلينري، ومالتي ديسيبلينري. دول برضو 3 مصطلحات لو حضرتك. ترانس وانتر ومالتي. ودايما برضو للزملاء بحب اضرب امثله عمليه، لانه ده جزء من فكره ستيم وستيم برضو. لو انا جبت طبق، رحت عند الفكهاني اشتريت فاكهه كثيره مختلفه، حطيتها في طبق، تفاحه، موزه. هنا انا عملت مالتي ديسيبلين. هو طبق واحد بس التفاحه لوحدها، الموزه لوحدها. نفس الطبق ده لو رحت انا واخده حطه في الخلاط هيطلع لي انتر ديسيبلين. هو كل الفواكه اشتركت، بس الاوت كام، البرودكت اللي طلع، المنتوج الذي خرج، لا تستطيع ان تميز العناصر اللي دخلت فيه، ما تعرفش ترجعه تاني. طب لو في حاجه ثالثه، ان انا اجيب كل الفواكه دي واعملها سلطه فواكه. بس حضرتك بتاكل سلطه الفواكه تقدر تشاور وتقول صحيح. دي فراوله ودي مانجا وده تفاح. فده اصبح ترانس ديسيبلينري. يعني في الترانس ديسيبلينري ده زي البي واي بي برنامج ده بيقودنا. انت عارف تفرق ما بين الساينس والماث والارت بس كلهم انتجريتد مع بعض. انتجريتد بمعنى، عشان نجاوب على سؤال حضرتك اللي هو ايه الفرق بين الحاجات دي. في البي واي بي مثلا، في برايمري ييرز بروجرام، في البي واي بي ده في الاي بي خلاص كده، برايمري ييرز بروجرام صح. وده بيبدا من الايرلي ييرز لحد جريد 6 بي واي بي 6 في بعض المدارس، وبعض المدارس بتخليها لحد بي واي بي 5. هو الفكره ايه؟ ان انا عندي فكره مركزيه زي كتب مصر حاليا في مثلا في اللغه العربيه وفي اللغات. هو عامل الفكره دي، هو جايب الثيمز. ايوه، العالم من حولي. العالم من حولي دي بقى في اللغه، العالم من حولي في الماث، في الساينس وكذا. بالظبط. في فكره مركزيه، هذه الفكره المركزيه تسمح لي ان انا اتناول الموضوع من زاويه الماثيماتكس او الرياضيات، من ناحيه العلوم، من ناحيه المواد الاجتماعيه، من ناحيه التربيه الدينيه. صحيح. يعني انا لما اتكلم مثلا عن سواء في الاسلام او في المسيحيه او في غيره، اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله او نبته فليغرس. طب ما هو ده العالم من حولي. صح صح. انا هنا بتكلم عن الطريق، احترام كل هذه الاشياء اقدر اربط كل الاختصاصات بيها. صحيح. في الستيم اند ستيم لا، انا بعمل عصير. يعني انا في الاي بي حصه واحده بتعمل فيها كل ده. في الاي بي انا بعمل سلطه فواكه. في ستيم وستيم انا بعمل عصير كوكتيل. لانه انا باخد كل هذه الاختصاصات وبعد ذلك اصدر بواسطتها مشروع، كل حاجه داخله في تكوين هذا. يعني زي ما ندرس حاجه وبعدين يجي يقول لك ايه، انا عايزك تصمم مدينه تتخلص من مشكلات المدن المزدحمه وتكون فيها استدامه sustainability ويكون ممشى. صحيح. فانا هنا انا ما بقولوش بقى ايه، خلي بالك في الماثيماتكس انت درست الاطوال. طيب اتفضل استثمر كل اللي انت درسته ده عشان خليني بقى ايه انتقل كده من الشرح الماتع اللي انت شرحته لنا ما بين الفروقات ما بين انظمه التعليم الدولي والفروقات ما بينها ومن بعض الى اهم عنصر، عمود الخيمه، هو المعلم. صح. المعلم بقى اللي هيعمل سلطه الفاكهه او هيعمل الكوكتيل او المعلم اللي ايه اللي هيحط الفاكهه زي ما هي الطبق. في نفس الطبق. صحيح. معايير المعلم ده، صفاته، مؤهلاته، التريننج اللي لازم ياخده عشان يكون واحد من الصنايعيه الثلاثه دول. رائع. والمعلم ده صنايعي شاطر جدا. صحيح. يعني صنايعي مش عيب، ده اهم صنايعي في المجتمع. صنايعي دي اهم صنايعي في المجتمع. خليني اقول انه عشان اعرف انا طالب ايه من المعلم، محتاج اعرف زي ما بنقول في الباكورد ديزاين
التصميم العكسي. صحيح. وانا عايز الطالب يعرف ايه بالظبط، عشان المعلم يبقى محتاج ايه عشان يعرفه الايه. صحيح صحيح صحيح. رقم واحد انا بتكلم على في التعليم الدولي بتكلم على طالب يمتلك عقلية دولية. هنا بمعايير دولية، عقلية بمعايير عقلية دولية. احنا اتفقنا كلمة عقلية دولية يعني عقلية تفوق المحلية. صح كده؟ بالظبط. لأنه الاي بي مثلا يركز على فكرة الانترناشونال ماينددنس. في أي براكتس في البرنامج لازم يكون في توكيد على العقلية الدولية. إيه العقلية الدولية؟ العقلية الدولية هي القدرة على التفاعل والتفاهم مع مختلف الأشخاص والثقافات والأفكار وتقبلها واحترامها. ليس أن تقبلها. لذلك الاي بي بتتميز الحياة بحاجة انها ايضا في سبيلها لبناء العقلية الدولية هي تركز على الهوية المحلية. يعني لابد ان تحترم الهوست كانتري، البلد المضيفة للمدرسة، تحترم الافكار، العقائد، الدين، المناسبات. ده لابد منه عشان تنطلق من ده. لو انا ما تكونش عندي هوية محلية لا يمكن ان انتقل الى العقلية الدولية. لأنه فكرة التفهم يلزم لها المعرفة. أنا لو ما أعرفش الفكرة المعينة أو العقيدة المعينة أو الرأي المعين لا يمكن أن أنا أتعامل معه بسلام. طيب أنا لو كمان مش عارف نفسي، زي بالضبط في اللغة يا دكتور تامر، أنا إذا لم أتقن اللغة اللسان الأول first language، بما أنه موضوع mother tongue ده أصبح يعني في اللينغويستكس لا نحبذه يعني لأسباب علمية طبعا. أيوة. الفيرست لانجوج هي سبيل الدماغ البشري لاكتساب السكند لانجوج، اللسان الثاني. نفس الشيء إذا أنا ليس عندي الهوية الشخصية بتاعتي لا يمكنني أن أرتقي لمنزلة أن أحترم هويات الآخرين. صح. فدي نقطة جوهرية، أنه يكون الإنسان متقبلا للثقافات الأخرى والأفكار الأخرى والأشخاص. أول حاجة المفروض الطلبة يتعلموها. بالتعاون. دي تجرنا إلى إيه؟ إلى البيداغوجي بقى، إزاي يتعلم ده. التعاون، مهارات التعاون. صحيح. تأقلم، تكيف، العمل في فريق، دي كلها أشياء أساسية. تعرف يا دكتور ثروت، مرة سمعت يعني جزء من المحاضرة بيتكلم عن المجتمع الكوري. نعم. إن في فترة من الفترات كانت حوادث الطائرات في كوريا الجنوبية كتيرة جدا، فرجعوا للأسباب وحللوا الصندوق الأسود بتاع الطائرات، اكتشفوا إن أغلب الحوادث كانت بسبب قرار خاطئ من الطيار. فلما دوروا على برضو سبب الموضوع ده لقوا إن المجتمع الكوري هو يحترم الأعلى بوزيشن. نعم. فطالما الطيار البايلوت قال كذا، الكوبايلوت خلاص بيسمع الكلام، ما اقدرش اراجعه. فقالوا ان الحل ايه؟ الحل ان احنا نغير الثقافه دي بان احنا يحصل بالانترديبندنس بقى. نعم. ان احنا كلنا نعتمد على بعض وكلنا نتشارك وكلنا نتعاون ونطلع قرار نعم. نجمع عليه ونتحمل مسؤوليته كلنا. صحيح. طب يحصل ده ازاي؟ عن طريق التعلم التعاوني. نعم. فاذا هو ده اللي حضرتك بتقوله. صحيح. ده يا دكتور بيعمل كثير من المشاكل سواء في حياتنا الشخصيه او في حياتنا العمليه. انا شاطر جدا بس لا استطيع ان انا اتفاعل مع الاخرين واتعاون معهم، فبتحصل جنبي مشاكل كثيره رغم ان انا شاطر. يعني هتبقى مشكله. صح. مش هنجح. فهنا بنشتغل على فكره التعاون، الادابتيشن، adaptive person، collaborative، كل بقى المسميات. الحاجة الثالثة والمهمة جدا تتعلق بفهم طبيعة التداخل بين المعارف. دي مهمة جدا. ازاي المواد الدراسية اللي انا بدرسها دي يمكن تبقى كوكتيل او سلطة فواكه. لانه كمان الدماغ البشري كما خلقه الله صحيح بيشتغل بطريقة إيجاد التشابهات. يعني قبل أول خطوة من خطوات عمل الدماغ إيجاد السيميلاريتيز مش الديفرنس. صحيح. بعد كده يفكر في الاختلافات.
فاحنا لما نبني على الاشياء المشتركه بين المواد هنقدر نستثمرها، وهنقدر كمان نعزز العقليه الدوليه التي تبحث عن الوحده وراء التنوع زي اليونسكو ما طرحها. فده يسهم في وجود سلام عالمي. طيب في التفكير الناقد ومهارات القرن ال21 ده جزء خلاص لا غنى عنه. الاي بي بتسميه ال ATLs approaches to teaching and learning، مهارات التعلم او اساليب التعلم او مقاربات التعليم والتعلم. المدرس اللي لا يستطيع بالظبط كده انه يتفهم العقليه الدوليه كيف يجب ان تكون، كيف ينبغي ان تكون، وكيف ينبغي ان تكون، يعني ازاي اقدر ابنيها لدى طلابي. طيب انا اصلا لما بشوف طالب مختلف انا بمارس عليه تنمر. كما يعني انا اتصور ان كلنا مورس علينا تنمر بشكل ما. لا ده في واحنا اطفال يعني في مدرسين يعني سواء درسوا لنا او كانوا معانا او زمايلنا او نعرفهم، هو كان مشهور والفاكهه بتاعته بايه؟ بانه كان بيسمي كل واحد في الكلاس. بالظبط. فانا اذا انا مش قادر اعمل ده بل بالعكس انا يعني بعمل حركات واسماء والقاب ومش على الطالب المختلف او الكذا او الكذا، طيب هل هقدر انقل لطلابي انه يكون عندكم تقبل؟ الموضوع معرفي فقط يا دكتور. الموضوع عند المدرسين هو الاهتمام بالجانب المعرفي فقط، جانب السلوك الحركي ده ما عادش ينفع. ده ما عادش في التعليم الدولي والتعليم الحديث، ده ما عادش ينفع. يعني انا مش في المدارس اللي بجد مش قاعد في جامعه في القرن ال18. صحيح. يعني لو جامعه في القرن ال18 وانا عند كلامي عشان بس اساتذه الجامعه زمايلي ما يتخيلوش انه جامعه في القرن ال21 ينفع. لا ما ينفعش برضه. يعني حتى الكبار الجيل اللي نشأ ده لا يمكن ان انا اقعد اديله معلومات وخلاص، لازم الخلطه على بعضها. فده جزء. المعلم لازم يكون عنده فهم عميق للخصائص النمائيه للمتعلم، وده اللي بيديهولنا العلوم العرفانيه cognitive science وعلم النفس العرفاني ايضا الكوجنيتيف سايكولوجي. كوجنيتيف ترجمتها عرفاني. عرفاني اوكي. ممكن اقول حاجه هنا على السريع لانه احنا عندنا الحقيقه خلط برضه بمناسبه المصطلحات. قلنا انترناشونال وفورين اديوكيشن بين عرفاني كوجنيتيف وبين نوليدج معرفه وبين perception ادراك. يعني دايما بيحصل في تداخل بين الثلاث مصطلحات دول. الكوجنيشن هو معرفه علميه في الدماغ البشري قابله للدرس العلمي لكنها غير مكتسبه. صحيح. او كما يقول احد الفلاسفه الكبار الارجنتينيين اللي درس وعاش في الولايات المتحده الامريكيه اسمه ماريو بونجي، بيسميها المعرفه قيد الاعداد. يعني الكوجنيشن انا لا اكتسبه، ده في جزء منه بيولوجي موروث وفي جزء بيحصل من البيئه، لكن مش بروح مدرسه اتعلم. يعني المعرفي ده نوليدج، انا بروح مدرسه او بروح للدكتور تامر في البيت او بروح الكتاب او بتجاربي في الحياه. الادراك او البرسبشن ده ما تنقله الحواس الى الدماغ، وده ما بيكونش معرفه. هنا الحواس هي subconsciously برضه بريد. لكن الدماغ هو اللي بيشتغل processing. فيعرفن هذه المعلومات اللي هي بيسموها ايه المعلومات الخام. ايوه يشغلها يطلع منها بقى حاجات. نرجع تاني لمواصفات المعلم. قلنا خصائص المتعلمين، نفسياتهم، نموهم، التفكير في كل مرحلة، ازاي اعرف يبقى عندي لستة بذكواتهم المتعددة، الMI multiple intelligence. كل دي حاجات عشان اعرف انا بتعامل مع مين. ويجي في الاخر خالص بقى الدرايه بالمناهج نفسها، ده القسم الثاني والقدره على القياس والقدره القسم الثاني دي المعرفه العلميه الاكاديميه
ودي في الحقيقه تخصك انت في المقام الاول. لانه انا كمان في التعليم الدولي الحقيقي انا عايز حضرتك تكون مجرد مسير للتعلم، فاسيليتيتر. انا عايز الطلاب هم يبحثوا، لانه احنا انتقلنا من النظريات السلوكيه اللي هي بتاعت بقى بافلوف وواتسون وغيره، انه فكره القرد والموزه والكلب والاكل والحاجات دي. لا، نحن بنائيون، سواء بنظريه بياجي او فيجوتسكي او البنائيه العرفانيه كمان، كيف يتعلم المخ. فانا محتاج حضرتك توجه الطلاب لان يبحثوا هم، وهنا بنشغل المهارات بتاعه القرن الحادي والعشرين. الحاجه الثالثه والمهمه جدا الى جانب البيداغوجيا هذه والمعرفه العلميه بالماده، مهارات المعلم في نقل التعلم خارج الصفوف المغلقه، بمعنى ربط التعلم بالحياه. ازاي اقدر انا اطبق هذه المعارف في نشاطات حياتيه. وبالمناسبه يا دكتور، هنا كمان نيجي للاسسمنت، ما يسمى مثلا بالاوثنتيك اسسمنت. انا ازاي اقدر اعمل تقويم اصيل، ما اجيبش. يعني انا فاكر في الثانويه العامه مثلا كان دايما يقول لك ايه في الفيزيكس، سيرفيس تنشن، التوتر السطحي. وقفت ذبابه على سطح بحيره، الذبابه دي لها 38 رجل، يعني انت فاهم قصدي. فاحنا كنا بنسيب السؤال المساله ونقعد نعد الرجلين، هي ايه الذبابه اللي ب 38 رجل دي. لكن انا اقدر حتى في صياغه مهام التقييم ان انا بصوغ مهام لها تطبيق في الحياه. انت تعرف يا دكتور ثروت، احنا عاملين مدرسه للتعليم الفلسطيني. نعم. اول حاجه لاحظناها في المناهج الفلسطينيه ايه؟ ان في ربط شديد ما بين مناهج الرياضيات والفيزياء والحاجات دي. يقول لك ايه؟ التطبيقات بقى على الانفاق. نعم. يطبقوها النفق مش عارف ايه ومساحته ايه وطوله ايه وعمقه ايه ربط بالحياه. عشان احنا بنعلمك ليه؟ عشان خاطر تسرفايف. ما هو التعليم ده اقوى سلاح عشان تقدر تتقاوم وتقدر تعيش فهو ده ربط بواقع حياتك. اطلع اتعلم اللي انت اتعلمته ازاي تقاوم. تمام. هنا انا هختم بحاجه لطيفه جدا، الميتافورز، يعني الاستعارات. في كتاب لجونسون وليكوف اسمه ميتافورز وي ليف باي، ده من اهم الكتب في الكوجنيتيف ساينس والكوجنيتيف لينغويستكس، الاستعارات التي نحيا بها. انا لما اجي اقول لواحد في كندا مثلا برد الله قلبك، انا بدعي عليه. انا بدعي عليه. لو عايزك تقول له دف الله قلبك، صحيح، معاك حق. لكن واحد في بيئه العرب اللي قالوا فيها برد الله قلبك، هنا الكونتكست تفرق. هنا هو ده لب التعليم الدولي. اللي بنقول تعليم اجنبي، التعليم الاجنبي هينقل لي الخبره الخارجيه يحطها لي في البيئه الفلسطينيه او المصريه صح كما هي. لا هيعيد بقى طبعا. ده التعليم الاجنبي. لكن التعليم الدولي هيفصلها لي على مقاس احتياجاتي المحليه. صحيح. لذلك في كثير بعض البرامج في البرامج الدوليه المشهوره تؤكد على درس اي منهج، ما عنديش مشكله. انت عندك منهج الوزاره درسه، بس تطلع لي بس بالاستراتيجيز بتاعه البرنامج والليرنينج اوتكمز بتاعه البرنامج. فهنا الفكره ليس ماذا تدرس ولكن كيف تدرس. زي ما حضراتكم شفتوا، يعني الوقت عدى بسرعه في حوار ماتع جدا جدا مع صديقي العزيز دكتور ثروت مرسي عن التعليم الدولي. تعلمنا النهارده يعني ايه تعليم دولي، وقلنا الفرق ما بين التعليم الدولي والتعليم الاجنبي، والفرق كبير جدا جدا وشاسع. وازاي انت كولي امر تفكر ازاي تحط ابنك في انهي مدرسه حسب المعايير الصحيحه اللي بتطبق في المدارس او لا. شفنا كمان ازاي المدرس اللي هو عمود الخيمه والقائم عليه تطبيق اي نظام من نظم التعليم، ايه المهارات اللي لازم تكون عنده
وربطنا ما بين المهارات دي والمهارات اللي لازم تكون عند الطلاب نفسهم. فبما ان الطلاب محتاجين مجموعه من المهارات ومجموعه من السلوكيات ومجموعه من القدره على التفكير بشكل مختلف والقدره على التصرف والتعامل والتقبل بشكل مختلف، لابد ان يكون هذا يعني موجود بشكل ادعى عند المعلم نفسه. كتير جدا جدا من اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي انا متاكد انهم بيسمعوا كلام مختلف، لان كل الناس اللي مشتغلين في التعليم ما فكروش ينظروا الى الامر بهذا العمق. حتى المعلمين، هو متخيل انه عشان يكون معلم دولي هو محتاج يتعلم المنهج، يبقى عنده خبرة في طرق التقويم، ازاي الاسئله بتتحط، ازاي الطلاب بيحلوا، ازاي يخلي الطلاب يعملوا كذا وكذا وكذا وكذا، لكن ما فكرش فيما هو اعمق من ده. لكن لازم نؤكد على ان المعلم هو صاحب رساله، صاحب رساله، صاحب رساله. المعلم يعلم ليس فقط مجموعة من المعارف، ولكنه أيضا يعلم سلوكيات وأخلاقيات، ويغير في الاتيتيود والقدرة على التفكير والقدرة على التعامل مع الناس. المعلم يؤهل جيل كامل لمجتمع أفضل، ده المعلم. فبالتالي الموضوع مش موضوع معرفة بمنهج وطرق تدريس فقط. بشكر أخويا وصديقي وأستاذي الدكتور ثروت مرسي على اللقاء الرائع ده والماتع ده. وأعتقد إحنا قلنا كلام مختلف، وكالعادة دايما أنت بتضيف لأي يعني موضوع تتحدث فيه. وإن شاء الله بإذن الله نعيدكم في حلقات أخرى وبودكاست أخرى مع دكتور ثروت، نتكلم بعمق أكتر ونفصص الأمور بشكل أكتر، وأتمنى نكون قلنا لكم حاجة تقدر تفيدكم، سواء كنتوا أولياء أمور، طلاب، أو حتى معلمين. نشوفكم في بودكاست جديد من Ediverse Talks.